سنة 1982 منتخب لم يكن أحد يتوقع منه شيئا يواجه ألمانيا الغربية في كأس العالم ويفوز عليها بهدفين مقابل واحد. كانت تلك اللحظة نقطة تحول في تاريخ كرة القدم الإفريقية بأكملها. لكن هذه ليست مجرد قصة مباراة واحدة، هذه قصة شعب كامل عبر عن نفسه بكرة القدم. أهلا بكم جميعا. اليوم نروي لكم تاريخ المنتخب الوطني الجزائري من أول لمسة حتى آخر فريق وطني أدهش العالم. كرة القدم وصلت إلى الجزائر مع بداية القرن العشرين. أحضرها الفرنسيون، لكن الجزائريين تبنوها وحولوها إلى شيء مختلف تماما. في ظل الاحتلال الفرنسي كانت الملاعب من بين الأماكن القليلة التي يستطيع فيها الجزائري أن يقول أنا هنا. لكن الحدث الأكبر جاء عام 1958 في خضم ثورة التحرير. شكل جبهة التحرير الوطني فريق جبهة التحرير لكرة القدم، ضم أفضل اللاعبين الجزائريين الذين كانوا يلعبون في الدور الفرنسي، وتركوا مسيرتهم المهنية خلفهم ليمثلوا وطنا لم يعلن استقلاله بعد. كان هذا الفريق أكثر من مجرد كرة قدم، كان رسالة سياسية إلى العالم بأسره: الجزائر موجودة، والجزائر ستكون حرة. بعد استقلال الجزائر عام 1962 ولد المنتخب الوطني رسميا. كانت البداية متواضعة، الإمكانيات محدودة، والتنظيم في طور التأسيس، لكن روح اللعبة كانت موجودة. الدوري الجزائري نشأ، ظهرت الأندية الكبرى، وبدأ المنتخب يشق طريقه في المنافسات الإفريقية. في السبعينيات بدأت الأمور تتغير. لاعبون من أصول جزائرية نشأوا في فرنسا أصبحوا جزءا من المشهد، وظهر جيل جديد يحمل طموحا أكبر، والوصفة كانت تتشكل: كرة قدم إفريقية بلمسة مغاربية، سريعة، تقنية، وعاطفية. 24 جويليا 1982، مدينة خيخون، إسبانيا. المنتخب الجزائري في المونديال لأول مرة في تاريخه، ويواجه ألمانيا الغربية، إحدى أقوى المنتخبات في العالم. النتيجة انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح الجزائر. انهار العالم من الدهشة. كانت إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم. لكن القصة لم تنتهي بالفرح. جاءت فضيحة خيخون، أو ما سمي آنذاك بالعار الأوروبي. مباراة بين ألمانيا والنمسا انتهت بنتيجة تخدم الفريقين وتقصي الجزائر رغم تفوقها في الأداء. كانت تلك اللحظة مؤلمة جدا، لكنها علمت العالم درسا وغيرت قواعد المنافسة في البطولة، إذ أصبح من بعدها إلزاميا أن تلعب المباريات الأخيرة في المجموعة في وقت واحد. الجزائر ربحت المعركة الرياضية وخسرت الحساب، لكنها كسبت قلوب العالم. بعد 1982 جاء جيل ذهبي آخر، أسماء نقشت في ذاكرة الكرة الجزائرية. عام 1986 المنتخب الجزائري يعود إلى المونديال من جديد. أداء لا ينسى رغم عدم التأهل للدور الثاني. أما كأس إفريقيا فكانت الجزائر تخوض منافساتها بشرف في كل دورة، لكن اللقب ظل بعيد المنال حتى جاء عام 1990، بحيث نقش المنتخب الجزائري أول نجم على قميصه، فكان بطل إفريقيا للمرة الأولى بجدارة. ثم جاءت سنوات الجمر، فترة مظلمة تزامنت مع الأزمة الأمنية في التسعينيات، أثرت على كل شيء بما فيها كرة القدم، وتراجع المنتخب، وأصبح التأهل لكبرى البطولات حلما بعيدا. مونديال 2014 في البرازيل،
المنتخب الجزائري يعود بقوة، مشاركة مشرفة جدا وتأهل للدور الثمن النهائي، وتعادل مثير مع روسيا وانتصار على كوريا الجنوبية. مباراة أمام ألمانيا في الأدوار الإقصائية، ألمانيا بطل العالم مستقبلا، انتهت بخسارة هدفين مقابل هدف بعد الوقت الإضافي، لكنها كانت بطولة حقيقية من محارب حقيقي. ثم جاء عام 2019 كأس إفريقيا في مصر. المنتخب بقيادة المدرب جمال بلماضي يكتسح البطولة، يسحر الجماهير ويحقق اللقب الإفريقي الثاني في تاريخ الجزائر بعد 1990. 29 عاما من الانتظار انتهت في ليلة واحدة أمام ملايين الجزائريين الذين احتفلوا في الشوارع في كل أنحاء العالم. رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق كان العقل المدبر لهذا الجيل الاستثنائي. من فريق جبهة التحرير الذي حمل العلم الوطني قبل أن يوجد رسميا، إلى الأسود الذين يرفعونه اليوم في كل مباراة. المنتخب الجزائري ليس مجرد فريق كرة قدم، هو مرآة لشعب يحب بعمق، يحلم بقوة، ويصمد في وجه كل العقبات. والحكاية لم تنتهي بعد، جيل جديد يتشكل وبطولات جديدة في الأفق. فكما هو معلوم، فقد تأهل المنتخب الوطني الجزائري إلى مونديال 2026 بقيادة المدرب بيتكوفيتش واللاعب المخضرم رياض محرز. نتمنى كل التوفيق والسداد لهذا الفريق العظيم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نلتقي في الفيديو القادم. مع السلامة.